لو الزوج ما بيخلفش، هل من حق الزوجة ان هي ترفع دعوى طلاق للضرر؟ طب وحتى لو رفعت دعوى طلاق للضرر، ايه حقوقها في دعوى طلاق للضرر؟ طب لو عمل لها انذار طاعة، هل هي هتتصرف ازاي؟ وايه اللي هيحصل بالظبط؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. تابع الفيديو للاخر علشان تفهم كل التفاصيل. اولا، من حق الزوجة في حالة ان الزوج ما بيخلفش او عنده عقم او عنده مانع من الخلفة ان هي تطلب الطلاق للضرر. طبعا فكرة الطلاق للضرر مبنية على ان الزوجة تقدر تثبت الضرر الواقع عليها، سواء كان بيشتمها، بيهينها، بيضربها، ايا كان نوع الضرر اللي بيلحق بالزوجة. طبعا هو مفيش ضرر اكتر من ان الزوجة ما بتخلفش. انا طبعا مش بشجع الناس اللي مراتاتهم او اللي جوازاتهم ما بيخلفوش انهم يطلقوا، ولكن الموضوع ده طرح واتسالت في الموضوع ده، فانا حبيت اوصل او افهم الناس ايه اللي المفروض يتم. الزوجة حتى هترفع دعوة طلاق الضرر. بالنسبة لحقوقها فهي هتاخد كافة حقوقها، نفقة متعة، نفقة عدة، مؤخر، هتاخد القايمة كلها، هتاخد الذهب، هتاخد كل حاجة، لان هو الضرر جاي من ناحية الزوج وهي ملهاش يد في هذا الطلاق، لان هي من حقها ان هي تكون ام، ومن حقها ان هي تحس بشعور الامومة. طيب لو هو رفع عليها انذار طاعة، غالبا المحكمة اللي بتنظر دعوة الطلاق للضرر هتضم الدعوتين لبعض، وفي الحالة دي هتحكم ب طلاق للضرر وهتنهي العلاقة الزوجية. فولو لايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة.